طيب الله مساكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضايا الإثرية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إدخال معدات حديثة في المؤسسات الصحية في جنوب البحر الأحمر. تطور الخدمات الصحية في إقليم جنوب البحر الأحمر. دورة تدريبية للشباب في الإقليم الجنوبي. تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا بالذخيرة الحية. أوروبا تشهد صيفا جافا والقادم أسوأ. الأرجنتين ترفع معدلات الفائدة لكبح التضخم الأعلى في 20 عام. أهلا بكم إلى التفاصيل. نظمت دورة تدريبية في عصب للكادر الصحي لتشغيل جيد لمعدات الفحوصات الطبية المتطورة التي أدخلت في المؤسسات الصحية في إقليم جنوب البحر الأحمر. شارك في التدريب 30 مهنيا من 3 مديريات. وأوضح السيد فيلمون حوس من المختبر الوطني الذي أشرف على التدريب أن التحاليل الطبية للسكري والسل وأمراض أخرى كانت تأتي إلى أسمرة بأخذ العينات أو بقدوم المريض، وقد أدخلت المعدات المتطورة في مستشفيات عصب وعدي وطيعو لحل هذه الإشكالية. وأفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم جنوب البحر الأحمر استمرار الجهود لتطوير المؤسسات الصحية في الإقليم بالقدرات البشرية والمعدات الطبية. أوضح مكتب التعليم في مديرية سرجقة بذل الجهود لتقوية كفاءة التعليم ورفع نتائج الطلاب. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلمون أن العملية التعليمية تسير جيدا لحصول الطلاب على التعليم عن قرب لتكافؤ المدارس مع عدد الطلاب، وأن عدد الطالبات أكثر من الطلاب ووجود كفاية من المعلمين. وأشار إلى أن الجهود ستبذل للارتقاء بالمدارس الابتدائية إلى المراحل المتوسطة والثانوية. وتوجد في مديرية سرجقة 54 مدرسة تستقبل أكثر من 16,000 طالب في المراحل التعليمية الثلاثة ورياض الأطفال. نظم الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في الإدارة والمحاسبة ل37 من عضواته في 12 مديرية في الإقليم الجنوبي. وأوضح التنظيم بأن الهدف من التدريب الذي استمر من 8 وحتى 12 من أغسطس هو تطوير العمل وتقديم خدمات ناجزة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايت أفرقي في ختام الدورة التدريبية أهمية التدريب داعية لتطبيقه على أرض الواقع. بجانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل أن الدورات التدريبية هي تنظيم للعضوات لأهمية تنفيذ الأعمال بكفاءة، داعية المتدربات للعمل المنسق مع المؤسسات الحكومية والشعب لتجاوز التحديات. وقدم في المناسبة تقرير ل6 أشهر من أنشطة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي. يقوم سكان 21 قرية في مديرية بريخ في الإقليم الأوسط بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه، وذلك منذ شهر مارس الماضي لإنجاح برامج الحملة الخضراء. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيد ماجور منقستاب بناء المدرجات والحاجز المائي في الأراضي الزراعية والجبال وغرس 250,000 شتلة أشجار. بجانبها أوضح مدير مديرية بريخ السيد تسفو فستهاتين أن البرنامج المنفذ بتنظيم قوي قرب على نهايته، مشيدا بالتنسيق والتضافر في العمل. وقالت المدير التنفيذي لضحية عزقة السيدة سكالو زربابيل شتل حوالي 30,000 شجرة في مساحة 40 هكتار على مستوى الضاحية، مؤكدة العمل لحراستها والعناية بها. وذكر مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية بريخ السيد محرتاب بهلبي ذكر الوضع الجيد للأشجار وإسهامها في نمو وتكاثر الحياة البرية.
أفاد برنامج مول للادخار والقروض المصقرة في مديرية أفعبد خلال الاجتماع المنتظم لتقييم أنشطته النصف السنوية بتوزيع أكثر من 12 مليون نقفة. وقدم مسؤول البرنامج في إقليم شمال البحر الأحمر السيد عبد إبراهيم تقريرا مفصلا ذكر فيه أن المؤسسة تقدم القروض للناشطين على المستوى الفردي والجماعي مكملين الإجراءات المطلوبة، وقد قدم خلال 6 أشهر الماضية أكثر من 12 مليون نقفة ل 1179 مواطنا وإعادة 9 ملايين نقفة من الديون المتراكمة. وأشار إلى وضع برنامج لتوزيع أكثر من 14 مليون نقفة وإعادة أكثر من 10 ملايين نقفة من الديون المتراكمة خلال النصف السنوي القادم. وقال المدير التنفيذي لبرنامج مول السيد تافلا أسمرم أن المديرية شهدت تطورا ملحوظا في تنفيذ برامج العمل، داعيا العاملين في البرنامج القيام بعمل جاد ومنظم وتوعية الزبائن بأضرار الديون المتراكمة. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب عدم رد غالبية المزارعين ديونهم في أوانها نتيجة لقلة الدخل الزراعي، منوها إلى جاهزية الإدارة للقيام بتعاون لازم يسهم في دفع الدين المستحق. وينشط برنامج الادخار والقروض المصقرة في إقليم شمال البحر الأحمر في 414 قرية ب 132 ضاحية و14 مديرية، ويمتلك 4 ملايين و288 زبونا وحوالي 47 مليون نقفة ديون متراكمة. السادة والسيدات، إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أجرى الآلاف من الجنود من إندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول حليفة تدريبات بالذخيرة الحية في إندونيسيا في إطار مناورات عسكرية سنوية بحسب مسؤول عسكري أمريكي كبير. وأكدت الولايات المتحدة أن هذه التدريبات المشتركة التي بدأت في الأول من أغسطس لم تكن تستهدف أي دولة، لكن قائد القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي جون أوكيلنو تحدث عن بوادر صراع في مضيق تايوان بعدما أجرت الصين أضخم مناوراتها فيه حتى الآن حول الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا لا يتجزأ من أراضيها. ويثير النفوذ الصيني المتزايد في منطقة المحيط الهادي قلق الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين. وأطلقت الصين الأسبوع الماضي أكبر مناورات عسكرية جوية وبحرية تقوم بها حتى الآن في محيط تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. تشهد أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ عقود في ظل حالة انخفاض منسوب المياه في عدد من الأنهار والبحيرات بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وقلة الأمطار. وأعلنت الحكومة البريطانية رسميا حالة الجفاف في جنوبي ووسط وشرقي المملكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقلة الأمطار. وانخفضت مستويات نهر الراين إلى مستوى جديد بسبب الجفاف المتواصل في ألمانيا، مما زاد من تقييد توزيع الفحم والبنزين والقمح والسلع الأخرى وسط أزمة طاقة تلوح في الأفق. ونقلت وسائل إعلام أوروبية عن معهد هيدرولوجيا للأبحاث رصد استمرار انخفاض مستويات المياه حتى بداية الأسبوع المقبل، لافتا إلى انخفاضها يؤثر على حركة مرور الزوارق والقوارب. هذا وسجلت بحيرة غاردا كبرى بحيرات إيطاليا رغما قياسيا بعد وصول المياه إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود. قرر بنك الأرجنتين المركزي رفع معدل الفائدة بواقع 950 نقطة أساس بهدف السيطرة على الارتفاع الكبير في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 71% على أساس سنوي خلال شهر يوليو، وهو المستوى الأعلى في 20 عاما. وارتفع معدل التضخم في الأرجنتين بنسبة 7.4% وعلى أساس شهري خلال يوليو، إذا أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 71% على أساس سنوي.
وتعتبر خطوة رفع معدلات الفائدة أحد النقاط المتفق عليها بين حكومة الأرجنتين وممثلي صندوق النقد الدولي بهدف التوافق حول صفقة للديون بقيمة 45 مليار دولار. نفقت آلاف الأسماك في نهر أودر الذي يمر عبر ألمانيا وبولندا بسبب إلقاء كميات كبيرة من النفايات الكيميائية التي ينذر وجودها بالمزيد من الكوارث البيئية والبحرية. وناشدت السلطات السكان بالابتعاد عن مياه النهر لخطورة التعرض لها. وألقت ألمانيا باللوم على السلطات البولندية لعدم إبلاغها عن بدء النفوق الجماعي للأسماك الذي وقع نهاية الشهر الماضي في أجزاء النهر الواقعة بحدودها قبل أن يمتد إلى مياه النهر داخل ألمانيا. واعترف رئيس الوزراء البولندي ماتيو مورافيتسكي بأن حجم الكارثة كبير بما يكفي للقول أن أودر سيحتاج لسنوات لاستعادة حالته الطبيعية. ختاما تذكير بأبرز العناوين. جهود لتحسين المؤسسات الصحية في إقليم جنوب البحر الأحمر. تطورت الخدمات الصحية في إقليم جنوب البحر الأحمر. دورة تدريبية للمرأة في الإقليم الجنوبي. تدريبات مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإندونيسيا بالذخيرة الحية. أوروبا تشهد صيفا جافا والقادم أسوأ. الأرجنتين ترفع معدلات الفائدة لكبح التضخم الأعلى في عشرها. في أمان الله.